بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال العلامة الصنعاني رحمه الله: الأصل الرابع أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون أن الله خالقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وأنه الرازق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. في هذا العصر ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ذنبه وأعلى درجته أن المشركين كانوا يعترفون بأفعال الرب جل وعلا من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والملك للسمع والأبصار والأفئدة، وأن ذلك لم يغن عنهم من الله شيئا إذ لم يفردوه بتوحيد العباد، فإن من خلق ورزق وأحيا وأمات ودبر الأمر هو الله. إذا كنتم معترفين بذلك فعليكم بتقوى الله وتوحيده، فعليكم بتقوى الله جل وعلا وتوحيده سبحانه وتعالى، إذ أنه هو الذي خلق ما ترون وملك ما تعلمون، وأنتم بذلك مقرون، فهل به توحدون؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية التي ذكرها المصنف، قال: يحتج الله تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية الله وإلهيته. قال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار. الآية أي أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم. ثم قال المؤلف رحمه الله ذاكرا اعتراف المشركين في آيات الله، قال: قوله سبحانه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. هذا كله من المشركين اعتراف بتوحيد الله ووحدانيته، اعتراف بتوحيد الربوبية وأفعال الرب جل وعلا ووحدانية الله، إلا أنكم تشركون بالله عياذا بالله. قال الحافظ ابن كثير: يقرر تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك ليرشد إلى أنه الله الذي لا إله إلا هو، ولا تستوي العباد إلا له وحده لا شريك له. ولهذا قال لرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول للمشركين العابدين معه غيره المعترفين بالربوبية وأنه لا شريك له فيها، ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية فعبدوا غيره معه، مع اعترافهم أن الذي عبدوهم لا يخلقون شيئا ولا يملكون شيئا ولا يستبدون بشيء، بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إلى الله زلفى. فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: قال: وهذا فرعون مع غلوه في كفره الفراعنة ملوك مصر، وهؤلاء هم متعددون، إلا أن المقصود بهذا الكفر
هو كفر الملك من ملوك مصر في زمن موسى عليه السلام. قال وهذا فرعون مع غلوه بكفره ودعواه أقبح دعوى ونطقه بالكلمة الشنعاء. يقول الله تعالى بحقه حكي عن موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. هذا اعتراف، هذا دعوة للاعتراف بربوبية الله سبحانه وتعالى. فرعون حكى الله عنه ادعاء الربوبية بغير هذه الآية. قال الله عنه أنا ربكم الأعلى. وقال جل وعلا عنه ما علمت لكم من إله غيري. وأيضا عندما قال الله عنه وما رب العالمين. فهذه كلمات نطق بها فرعون بلسانه وجحدت نفسه توحيد الله وهو مختلف به بقلبه عياذا بالله رب العالمين من كل الحال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لكن فرعون موسى استقر قومه فأطاعوه وهو الذي قال لهم دون راعنة متكلمين ما علمت لكم من إله غيري. ثم قال لهم بعد ذلك أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة نكال الكلمة الأولى ونكال الكلمة الأخيرة، معناه قوله الأول وقوله الثاني. وكان فرعون في الباطن عارفا بوجود الصانع وإنما استكبر كإبليس وأنكر وجوده. ولهذا قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا من فرعون جحود للربوبية، جحود لربوبية الله سبحانه وتعالى بلسانه وهو معترف بها بقلبه وجنانه، ومع ذلك كله فهو كافر بالله العظيم. وقال إبليس إني أخاف الله رب العالمين. هذا اعتراف من إبليس الرجيم بأن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين. وقال ربي بما أغويتني وقال ربي فأنظرني. هذه كلها اعترافات بالربوبية. قال المصنف وكل مشرك مقر بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض وربهن ورب ما فيهما ورازقه. لهذا احتج عليهم الرسل بقولهم أفمن يخلق كمن لا يخلق، وبقولهم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وبقولهم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له والمشركون مضرون بذلك لا ينكرونه. هذا كله. إذن المشركون جماهير المشركين على الإيمان بربوبية الله سبحانه، ومع ذلك فلم يدخلهم ذلك الإيمان في الإسلام وفي دين القويم. وهنا فائدة نذكرها. هل جثة فرعون لا تزال موجودة؟ مشهور في الثقافة المنشورة في هذه الأيام أن جثة فرعون موجودة، وهذا الآية دلت أن الله نجاه ببدنه. قال الله فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فقيدها الله بذلك اليوم، حيث أنه خرج فرعون من البحر ورآه الناس وآمنوا بأن هذا الرجل قد قتل، أنه قد مات. لكن هل جثته اليوم موجودة؟ هذا من البراء الذي ليس عليه دليل أبرام. وقد نقل على ذلك جماعة من العلم منهم الشيخ الفوزان، حيث قال وفقه الله وحفظه قال ولا يلزم من ذلك أن تبقى جثة فرعون إلى هذا الزمان كما يظنه الجهال، لأن الغرض من إظهار بدنه من البحر معرفة هلاكه وتحقق ذلك لمن شك فيها من بني إسرائيل، وهذا الغرض قد انتهى. وجسم فرعون كغيره الأجسام يأتي عليه الفناء ولا يبقى معه إلا ما يبقى من غيره،
وهو عجب الذنب الذي منه يركب خلق الإنسان يوم القيامة كما في الحديث. فليس لجسم فرعون ميزة على غير الإنسان والله أعلم. طيب، وبهذا انتهينا من الأصل الرابع، وخلاصته أن المؤلف قرر أن المشركين هم معترفون بتوحيد ربوبية الله وبأفعال الله جل وعلا المتعددة العظيمة، ومع ذلك كله ما وفقوا للإيمان بتوحيد الله كله، وما دخلوا في دين الله بإقرارهم بتوحيد الربوبية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: الأصل الخامس، قال أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا بالخضوع لله، لأنه مولي أعظم النعم، فكان حديثا بأقصى غاية الخضوع كما في الكشاف. ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل، وهو قول لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد قولها باللسان. ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية والنفي والبراءة من كل معبود دونه. وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا الأصل قصد المؤلف فيه رحمه الله أنه لا بد من وجود العبادة وتوحيد الله في عبادته، إذ هو أصل التوحيد لله رب العالمين، هو أصل التوحيد لله جل وعلا الذي يجب على كل عبد أن يكون معترفا به، وأن يكون قائما به في نفسه ومسلما لله جل وعلا لذلك. أما مسألة خلق السماوات والأرض إن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم باركوا الله تعالى بخلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متشابهان بالصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع الصفات، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله، بل عامة يقرون أن الشريك مملوك له، سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما، كما كان مشرك العرب يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وأضاف رحمه الله قائلا: وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأول والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات، ولا مماثل له في الصفات. من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثانوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة، أن النور خلق الخير والظلمة وأن الظلمة خلقت الشر، ثم ذكروا له في الظلمة قولين إلى آخر كلامه رحمه الله وغفر له. فهذه الأمور هم معترفون بها المشركون، ولم يدعوا أن أحدا من خلق الله هو قائم بها، لكن اعترفوا بربوبية الله بالألوهية الله التي يجب أن يحرد سبحانه وتعالى بالعبادة دون من سواه. هذا هو محط النظر الذي لم يوفقوا له ولا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقصد المؤلف بهذا الأصل أن توحيد الربوبية لا بد أن ينضاف إليه توحيد ألوهية الله، فقال: الأصل الخامس أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا بالخضوع لله. طيب، يقول الراغب الإصفهاني رحمه الله في بيان العبودية: هي إظهار التذلل والعبادة أبلغ، إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها،
عبادة لله، لأنها غاية التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الإخلاص هو الله تعالى. ولهذا قال ألا نعبد إلا إياه، هذه عبادة الله. قال فكان حريصا بأقصى غاية الخضوع كما في الكشاف. الكشاف هو للعلامة المعتزلي المنحرف الزمخشري، وكتابه هذا قوي جدا في اللغة العربية ومفيد فيها، إلا أنه أدخل فيه الاعتزال، وقد بين كثير من العلماء ما فيه من الشرور، إلا أن العلماء يوصون بالانكفاف عن إجرائه وعن مطالعته لما فيه من الشر والاعتزال، نسأل الله السلامة. وأما العبودية التي هي غاية الخضوع لله، غاية الخضوع لله، فقد قال ابن القيم رحمه الله في نونيته مبينا لها: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذلك مع ذل عابده هما فقان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما بطلان، وعليه ما فلك العبادة دائر، ما دار حتى قامت البطلان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فعبودية الله وإفراده جل وعلا بالعبادة هو أصل الدين وهو أصل توحيد الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيها. وقال في القواعد الأربع: والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن العبادة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك بالعبادة فسدت كالحدث إذا دخل بالطهارة. من هنا لا بد من توحيد الله بإفراده بالعبادة، بإفراده بالعبادة وعدم الشرك به جل وعلا. قال المؤلف: ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله، يعني إفراد الله في العبادة، توحيد الله أي في العبادة الذي تفيده كلمته التي إليها دعت الرسل، وهي قول لا إله إلا الله، وهي قول لا إله إلا الله. قال: والمراد اعتقاد معناها، أي اعتقاد معنى لا إله إلا الله. أولا يجب أن تكون أن يعلم معناها، فمعناها هو أي لا معبود بحق إلا الله، وركناها نفي وإثبات، النفي لا إله والإثبات إلا الله، والعمل بمقتضاها بعد معرفة شروطها السبعة المعروفة، والعمل بمقتضاها أي بما تقتضيه كلمة التوحيد. وكلمة التوحيد تقتضي الإيمان بالله سبحانه وبألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأيضا القيام بأمره والبعد عن نهيه، والطمع في رحمته والبعد والخوف من غضبه. هذا مما تستلزمها الكلمة العظيمة التي هي لله سبحانه وتعالى. واعلموا حفظكم الله أن صفة الإلهية لله صفة عظيمة، وهذه صفة الإلهية هي لله، وأن العبادة هي من فعل العبد، فالإله هو المألوه، والعبد هو العابد لله سبحانه وتعالى المتضرع الواقف بين يديه المستغيث به. ثم قال المؤلف: لا مجرد قولها باللسان، بمعنى أن هناك من تجرد كلمة التوحيد بلسانه ولم يعتقدها قلبه فلم تنفعه. قال: ومعناها إفراد الله بالعبادة الإلهية، بالعبادة أي بأفعال العباد، ما يحصل العباد من أفعال من صلاة وصوم وما جرى مجرى ذلك. والإلهية أي توحيد الله بذلك الفعل، توحيد الله بذلك الفعل. فالإلهية صفة الله تعالى، والعبادة فعل المخلوق، والفرق بينهما بالإضافة، فإذا أضيفت إلى الخالق فهي إلهية، إذا أضيف الفعل يعني فعل العبد إلى ربه وخالقه والذي المعبودية له فهي إلهية، وإذا أضيف إلى المخلوق فهي عبادة، تكون إيش؟ عبادة. هذا معناه.
إفراد الله بالعبادة الإلهية، فبالعبادة أي بفعل العبد، وبالإلهية أي إفراد الله بذلك الفعل الذي تجرد بالعبد، والنفي والبراءة من كل معبود دونه. هذا فيه الولاء والبراء من أهل الشرك والإلحاد والبعد عن الله سبحانه وتعالى. قال وقد علم الكفار هذا المعنى لأنه هو اللسان العربي، فقالوا أجعل آلهة إله واحدا من هذا الشيء عجاب. هذا قد جاء التصريح بذلك في الأحاديث الصحيحة، من ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه قال مرض أبو طالب فأتته قريش، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وعند رأسه مقعد رجل، فقام أبو جهل فقعد فيه، فشكوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب فقالوا إن ابن أخيك يقع بآلهتنا. فقال ما شأن قومك يشكونك يا ابن أخي؟ قال يا عم إنما أردتهم على كلمة واحدة تدير لهم بها العرب وتؤدي بها العجم جليا. فقال وما هي؟ قال لا إله إلا الله. فقاموا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال ونزل صاد والقرآن للذكر إلى قوله إن هذا إلا اختلاق. وهذا الحديث بارك الله فيكم حديث حسن إن شاء الله تعالى، حديث حسن إن شاء الله تعالى. هذا اعتراف من يعني مشركين بآلهتهم وعدم توحيد لله رب العالمين. ولهذا بعث الله الرسل لأجل أن يفرد الله، من لم يفرده بالعبادة يفرده بذلك الأمر العظيم الجلل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعا. إن شاء الله في الأسبوع المقبل نأتي إلى أنواع العبادة التي لله. نكتفي بهذا والحمد لله. أحسن الله إليكم شيخ. وأنتم. أسئلة في الدرس. إن شاء الله. في عهد فرعون اشتهر التحنيط، فهل أن جثة فرعون التي وجدت في عصرنا يمكن أن تكون هي التي حنطت حينما غرق في اليم ونجاه الله ببدنه من الغرق، فكانت آية آنذاك وهي آية الآن بفعل التحنيط، فما هو رأيك؟ ليس هناك دليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. أما بعد، فليس هناك دليل يدل على أن هذه الجثة هي جثة فرعون موسى الذي كان في زمن موسى. وأيضا هذه الجثة هل هو مؤكد وجودها أم هي ادعاءات سوفاء؟ هذا ما يحتاج إلى إيضاح ويحتاج إلى تأكد بالنظر إلى الجثة ذاتها. هذا الذي لا بد أن يتأكد منه. هذا أمر. فلو ثبت أن الجثة موجودة فهي جثة فرعون، هذا ما لا يدل عليه دليل، فقد تكون جثة أخرى، بالرغم أن هذا فيه شك كبير ونظر وفير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الكبير. بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول السائل: إذا وجد تحقيق للكشاف هل يمكن قراءته أم هل تنصح شيخ ببديل؟ أي تركه وما هو البديل؟ أي هل تنصح بتركه وما هو البديل؟ لو سمحت يا نبيل خليجي مع أشرف. وعيد السؤال. لا تفضل. إذا وجد تحقيق لكتاب الكشاف للزمخشري هل يمكن أن نقرأه بعد تحقيق أم هل نتركه وما هو البديل؟ وهل تنصح ببديل أو علينا بتركه فقط؟ أما بالنسبة للكشاف لا أنصح بقراءته أبدا لطالب العلم ولا سيما لكم أنتم. الكشاف مليء بالارتجال ولا أنصحكم بقراءته. الحمد لله في كتب أهل السنة في كتب العلماء ما يغني عنه، وقد استفاد منه علماؤنا الذي لا بد منه ودببوه ضمن كتبهم. فممكن أن تطالع يعني كتاب الشوكاني فتح الكبير ففيه خير كثير والحمد لله، لا تحتاج إليه سواء صدق أو لم يحقق. فقد ألف السبكي بعد أن قرأ فيه حتى وصل إلى النيل ما أدري من الجناب النبوي، فألف ورقة سماها الانكفاف عن إجراء الكشاف، وهو كما تعرفون أشعري، فما ظنك بأهل السنة الاتباع هم أولى بالابتعاد عنه، والله للتوفيق. بارك الله فيكم. يقول السائل:
أسئلة خارج الدرس شيخ. يقول السائل: تفضل. شيخنا بارك الله فيك، هل التشريع العام كفر؟ وهل إذا كان كفرا أكبر فهل يكفر صاحبه مع التعيين؟ كيف التشريع العام؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني تدوين القوانين، يعني الدستور، تشريع قانون وضع. التشريع بارك الله فيك هو الشرع. التشريع مأخوذ من الشريعة، فلا يصلح أن تدخلوا في ضمن مصطلحاتكم يعني وضع القوانين تشريعات، هذا غلط. فما هو السؤال الآن؟ يعني وضع قوانين، يعني سن القوانين، مجلس، هناك مجلس. السؤال من جديد. السؤال من جديد، يصاغ السؤال مرة أخرى وننظر فيه، والله الموفق. بارك الله فيكم. السؤال التالي، يقول السائل: هل إطلاق كلمة طاغوت عن الحاكم بغير ما أنزل الله تكون تكفيرا صريحا؟ وهل كل طاغوت كافر؟ وكيف نحقق الكفر بالطاغوت؟ الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فإذا أطيع القانون فطاعة الله أو أعظم صار طاغوتا، وإذا أطيع مؤسس القانون أو قائد القانون أو قائد الحكومة فطاعة الله أو أعظم وأشد صار طاغوتا. أقولها هنا بارك الله فيكم، يعني لا نقول بأن فلانا طاغوت أو بأن كذا طاغوت إلا إذا تجاوز الحد الذي له ووصل إلى مرتبة لا تكون إلا لله أو أعظم من ذلك، كالديمقراطية فإنها طاغوتية والانتخابات طاغوتية. فبالنسبة للأفراد لا نحكم على فرد إلا بإقامة الحجة عليه وتعين المسؤولية هذه فيه. بارك الله فيك. هذا هو بارك الله فيكم. أما إطلاق التكفير هكذا فلا. أحسن الله إليك. يقول السائل: لا يوجد في بلادنا علماء ولا طلبة علم، ولدينا مسجد سلفي نريد أن يكون أفضلنا علما خطيب جمعة، فما هي نصيحتكم له؟ هذا أمر طيب ويتعاونون معه في ذلك الخير وفي بثه ونشره، لأن هذه القضية قضية تعاون وقضية نشر الخير، هذا في غاية الحاجة إليه جدا. أنتم في غاية الحاجة إليه. فأمر حسن أن تقوموا بإيجاد من يكون خطيبا بين أوساطكم وتتعاونون معه، وننصحه هو بالإخلاص لله أولا، ثم بالاعتناء بتحضير الخطب النافعة العلمية من كتب أهل العلم وخطبهم وحفظها وحسن تقديمها للناس، ويبدأ بالأهم فالأهم ويكون في خطابه لينا بحيث يستطيع يصل إلى قلوب الناس، ويستحضر الإخلاص في قوله وفعله وعمله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. بارك الله فيك. شيخ، هل يأخذ يعني الخطب، يجمع الخطب وينقلها حرفا أم له أن يأخذ من هذا ومن ذاك ويجمع ويصنع خطبة بنفسه؟ يعني الآن تعلم لكل مقام مقال، فمقام بلادكم يختلف عن مقام الخطيب الذي خطب وقد ألفت خطبة منشورة، لكن يستفيد من الخطب الأحاديث والآيات والتعبيرات التي هو يحتاج إليها في بلده، ثم يسوقها على ما يحتاج إليه الناس في تلك البلد. أحسن الله إليك. هذا هو السؤال التالي: ما حكم من يترك الصلاة في المسجد ويصلي في العمل جماعة أو فردا، مع العلم أن صاحب العمل لا يسمح بالذهاب إلى المسجد؟ لا يجوز هذا العمل، لا يجوز. يجب الصلاة في جماعة واجبة، هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم وتدل عليه الأدلة من السنة النبوية. فننصح الأخ وبل ننبهه إلى وجوب صلاة الجماعة. قال الله مع الراكعين، وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت بهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة معك الآية. يعني فيجب هنا الصلاة في جماعة، نبي العلماء على وجوب الصلاة في جماعة. وكذلك حديث صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد هممت أن آمر بحطب ويفتطر ثم أخالف إلى أقوام لا يجدون الصلاة بالمسجد فأحرقوا عليهم بيوتهم لولا النساء والصبيان. فالصلاة في جماعة واجبة. فإذا لم يدل لك صاحب العمل بالخروج صلاة في جماعة فانظر من يصلي معك في مكان عملك، فإذا لم يتيسر لك ذلك وجب عليك أن تترك العمل وأن تخرج إلى المسجد، والله ولي التوفيق. بارك الله فيك.
يقول السائل: زوجة يأمرها زوجها بالجلوس مع أهله إخوته وزوجاتهم في مجالس مختلطة، وربما يكون فيها بعض المزاح بين الرجال والنساء، وربما تصافح أحدهم، فماذا تفعل؟ هل تطيع زوجها أم تعصيه مع ما يؤدي ذلك إلى خصومات معه؟ فماذا تنصحه؟ يجب عليها أن تعصي زوجها في هذه الحالة، ولا يجب أن تختلط بإخوانه، ولا أن تختلط بالأجانب، ولا أن تتمازح معهم. يجب عليها أن تحتشم وأن تبتعد عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا تطيع ذلك المخلوق أبدا. هو زوجها تبتعد عنه وتبتعد عن الاختلاط، فإن رضي بذلك، وإلا رغبت في البحث عن بيت الله خاص أو شيء من ذلك حتى يسر الله، وتدعو الله سبحانه وتعالى. أهم شيء أن الاختلاط لا يجوز، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن الله إليك. يقول السائل: ابن اغتصب أرضا لأبيه وكتبها باسمه، ولما توفي هذا الابن وله زوجة وأبناء، فما هو لما توفي هذا الابن، يعني أراد الأبناء أن يعيدوا هذه الأرض إلى الجد، فما هو نصيب الزوجة؟ هل الزوجة نصيب أو نصيب أحدهم؟ الأرض هذه بما أنه اغتصبها من أبيه يجب أن تعاد إلى أبيه، وأبوه يقوم وبعد ذلك توزع بين الورثة، ولا يكون فيها نصيب لورثة الميت هذا الذي اغتصب الأرض. الواجب أنه تعاد الأرض لمالكها والوارث، وأيضا يطلب من الوالد المسامحة، لأن فيه عقوق، هذا فيه عقوق لوالده، والله المستعان. يقول السائل: بارك الله فيكم، أخو أمي من الرضاعة هل هو محرم لأختي؟ أخو أمك نعم، يعتبر خالا لأختك من الرضاعة. واضح، بارك الله فيك. يقول السائل: شيخنا الكريم، أحد الإخوة يقول أن مخطوبته لا تريد أن تلبس الحجاب الشرعي، فما هي نصيحتكم له ولها؟ بارك الله فيكم. أنصحه أن يسأل أن يدعوها إلى الحجاب الشرعي، فإذا رفضت فلا يعبد عليها ولا يرغب فيها حتى تستجب. بارك الله فيك. يقول أيضا: ما هي الضوابط الشرعية في رؤية المخطوبة؟ الضوابط الشرعية لا يجوز له أولا أن يكون عنده نية جازمة لخطبتها، ليس مجرد شيء ونظر، يكون عنده نية جازمة لخطبتها وزواجها. فيجوز له عندها بعد عقد النية على خطبتها أن يرى منها ما يظهر للعمل، مثل الكفين والرأس والقدمين، هذا ينظره نظرة شرعية، فإن أعجبه بعد ذلك ينصرف عنها وتنصرف عنه، فإن أعجبته تدي من خطبتها، وإن لم تعجبوا له أن يتراجع عن ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيك. يقول السائل: هل يجوز تعليق صور بقصد تعليم الناس فرائض وسنن الصلاة داخل المسجد؟ لا يجوز تعليق الصور، لا يجوز لا في المسجد ولا خارج المسجد، هذا من الأمور المحرمة التي توردت الأدلة الكثيرة على تحريمها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيك. يقول السائل: أحفظ القرآن مع صديق، وكلما انتهينا من الحفظ يقوم ويدعو، فما حكم هذا العمل؟ هل يعد من البدع؟ نعم، تحري والمداومة عليه من البدع. بارك الله فيك. يقول السائل: هل يصح قول العبادة هي التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامر؟ لا، هذه وصف العبادة، يكون مع التذلل والمحبة والتعظيم لله، هذا يعني من ما يستلزم العبادة. أما لا في العبادة لله فهي تشمل كل ما حث الله على فعله أو طلب فعله من المخلوق ورغب الله فيه، فهو عبادة. لكن أن تكون هذه العبادة لا تقبل إلا مع المحبة والرغبة والتعظيم لله. أحسن الله إليك. أحد الإخوة يريد أن يسألك مباشرة شيخ. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، في عرف بلادنا التونسية مكان العقد الشرعي يقومون بقراءة الفاتحة، والعوام نعم. يصرون بدل من خطبة الحاجة على الفاتحة، فكيف تنصحون يعني عند ننصحكم بطلب العلم الشرعي والإجتهاد في تحصيله ونشر الدعوة السلفية بين أوساط الناس
هذه البدعة كانت أيضا منتشرة عندنا، ولكن مع تواجد دعوة على السنة والجماعة اندثرت هذه البدعة الحمد لله وذهبت، والدعوة الآن الحمد لله السنة يعني يعبد بعض بدون هذه البدعة. فأنتم اجتهدوا في نشر هذا، فمن يعني أراد أن يعبد يقول ما هو ضروري لا تقرأ الفاتحة لا يقرأها، فإذا هو نفسه زوج غيره لا يعني هو بنفسه صاحب الأمر فلا يعني يقرأ الفاتحة. وهكذا إن شاء الله مع الأيام والسنوات سينتهي هذا الخير بين أوساطكم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. بارك الله فيكم. هل العقد الشرعي يكون مع العقد المدني شيخ أو يكون العقد الشرعي قبل ثم المدني؟ أنا ما أعرف العقد المدني عندكم، لكن الذي أعرفه أنا العقد الشرعي فقط مكتوب. والعقد الشرعي هو أن يعني يأتي الوالد ويعني ولي المرأة والمتزوج فيقول يعني العاقد يقول فلان من فلان وتزوجتك بنتي فلانة بنت فلان المهر المتراضى عليه إلى آخر الكلام. هذا هو العقد الشرعي الذي أذن الله به وشرعه رسوله. العقد المدني يكون مكتوب يا شيخ، فماذا تنصح؟ هل يكون فرد؟ هذا هو العقد الشرعي، وبعد ذلك الذي عقد يكتب الورقة فلا شيء في ذلك. بارك الله فيك. هل تنصحنا بأن يكون عقد قبل سنة أو شهر أو شهرين ثم يكون عقد مدني، أو يكون في نفس الوقت عقد مدني شرعي؟ يعني أهم شيء العقد الذي هو يقول الولي زوجتك وأن تقول قبل، هذا هو الأساس، ثم بعده تأتي الأوراق. بارك الله فيك شيخ، جزاكم الله خير. اخواننا في تونس يسلمون عليك شيخ. احسن الله اليك. تفضل. عافاكم الله ورعاكم الله جميعا، نسأل الله يوم كل خير. بارك الله فيكم اجمعين. نكتفي بهذا ونقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.